هنعمله طاجن رز معمر بطريقة حلوة جدا، بطريقة كده مبسطة وحلوة هتعجبكم. ده عندي طبعا الطاجن، انا عملت كوبايتين رز وكان عندي كده شوية قوانص، قلت ايه احطهم في قلب الطاجن. انا ممكن اعمل الطاجن كده من غير لحوم، ممكن اعمله بلحمة، ممكن اعمله بقوانص، يعني على حسب بقى اللي عندك. عايزة تعمليه سادة برضو اعمليه بيبقى حلو. انا هجيب كده مكعب زبدة كده حلوة، احطها في قلب الطاجن من تحت، واحط ايه الرز، نص كمية الرز، عشان طبعا انا عاوزة القوانص في النص. طبعا الرز غسلينه كويس قوي. وهحط بقى معلقة ملح، اقسمها هنا وهنا، يعني هي بنحط معلقة ملح، وانا حاطة رشة سكر عشان انا هحط ايه، يعني المفروض احط معلقة سكر، بس انا ما حطيتش معلقة سكر عشان انا هحط كريم شانتيه. بس يا حبايبي هنا اللي حطيت القوانص في النص، واحط كمية اللبن بتاعتي، وبعد كده احط عليه ايه بقية الرز التاني. ما هنا بقلب بقية الملح، وهنا هحط برضو قطعة زبدة كده فوق القوانص، وكوبايتين رز خدوا معايا 3 كوبايات لبن. هحط كوبايتين لبن، وهحط التالتة هشيل منهم ايه شوية، يعني بس هما خدوا معايا 3 كوبايات لبن، بس انا الشوية دول انا هستعملهم، يعني عاوزهم برضو احطهم برضو على الرز. طبعا فضيت كمية الرز، وحطيت برضو مكعب زبدة. بصوا يا حبايبي بقى ايه، انا عندي قشرة وش اللبن، وعندي كريمة، حطيت برضو معلقة كريمة ومعلقة وقشرة وش اللبن، حطيت كده معلقتين، هنا دي معلقة، وهحط شوية اللبن اللي انا ايه شايلهم، ودي معلقة كبيرة كريم شانتيه، بتخلي الرز في حتة تانية صراحة من معلقة الكريم شانتيه دي. وهنا دي حبة اللبن اللي انا سايباهم، هضربهم كده بالهاند بلندر عشان خاطر القشطة معاهم كلهم يبقى ايه قوام واحد. بصوا، بعد كده بقى احط نص الكمية دي في قلب الطاجن وادخله الفرن، وهسيب النص التاني. يبقى انا بس حطيت نص الكمية في قلب ايه الرز. بصوا يا حبايبي الطاجن خلاص كده دخل في السوا. احط بقى بقيت ايه الكمية اللي انا عاملاها. يبقى انا حطيت برضو هنا القشطة مع الكريمة مع الكريم شانتيه كده من فوق، عشان يعمل لي ايه طبقة كده حلوة طعمها كده حلو. وكده خلاص الرز دخل في السوا. طبعا هاخد بس بقية الحاجة كلها، مش هسيب حاجة طبعا، ده لبن وقشطة يعني وكده مش هسيبه، وادخله ايه الفرن تاني. وبعد كده هشغل الشواية. بصوا حبايبي طبعا جميل وريحته تحفة، والرز طبعا مستويين هوريها لكم. ايه رأيكم؟ طبعا القوانص عاملة معاها طبعا طعم جميل. بألف هنا وشفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.